ما ينفعش تتنازل عن ثوابت دينك لأجل إرضاء الآخر. أعياد غير المسلمين هي لغير المسلمين، وأعياد المسلمين للمسلمين. خليك معتز بدينك ولا تتسول على موائد الآخر. احتفالك أو مجرد تهنئتك لغيرك في عيده يعتبر اعتراف ضمني بشرعية ما يقوم به. احتفالك بالكريسماس معناه انك بتقر ان ده عيد ميلاد الرب، واعتراف منك ان الرب اتصلب واتقتل وتعذب لأجل أن يغفر خطايا البشر. اعتراف منك ان الصليب حوى الإله، وان الإله ولد كسائر البشر، والله تعالى الله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا. الآخر نسب له الولد وهو سبحانه نفى كذبهم. فمن نصدق وبمن نؤمن ولمن نوقر؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما يحتفل به الآخر وما يقوله وما ينسبه لله تكاد العوالم الكبار أن تنهد له، وتكاد السماء أن تنطبق على الأرض ليهلك من بينهما بسبب نسبة الولد والزوجة لله، وبسبب أن يعبد عبد من عباده وهو الخالق المستحق للعبادة وما سواه باطل. تكاد الجبال الراسيات من هول ما يدعيه النصارى أن تخر وتذوب من شدة غضبها، وأنت تحتفل ولا تبالي. انف عن الله ما نفاه الله عن نفسه وكبره تكبيرا. ولا يتعارض عدم الاحتفال مع الآخر بالمعاملة الحسنة معه، بل وتهنئته في الأمور الدنيوية كتهنئته بمولود له أو نجاح أحد أبنائه أو عرسه، وأن تعزيه في حزن أو هم أو فقد أصابه. لا يتعارض هذا مع ذاك، فالذي نهى عن الاحتفال العقدي هو الذي أمرنا بالبر والقسط معهم في الأمر الدنيوي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا من تمام رحمته سبحانه ومن تمام حلمه على خلقه. ولو يعقل الخلق جميعا مدى حلمه لدانوا جميعا له وأسلموا واستسلموا لأوامره، وأيقن الجميع ألا خالق ولا معبود بحق إلا هو سبحانه جل وعز.